صباح الخير يا وجوه الخير، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واش راكم مع الصحه؟ انا لاباس الحمد لله. اليوم جبت لكم حاجه حلوه ان شاء الله يا ربي يحل اياماتكم. هاد الحلوه ما كاش واحد اللي ما يحبهاش، حلوه الزمان. طابع بالطليه، وصحاب الغرب يقولوا له طورنو. انا وحده نموت عليه. قلت نتقاسم معكم الوصفه. شوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير. في هذه الوصفة راكم رايحين تستعملوا كامل المكونات نفس الكيلة. نحتاجوا كيلة بيض، كيلة سكر عادي، كيلة زيت، نص كيلة مايزينا، لافاني، قشور الليمون. انا حنستعمل تانيك المعطر والملون تاع الليمون، زوج باكيات تاع خميرة كيميائية، و500 غرام فرينة. في ان ريسيبيون انا راني رايحه ندير البيض. الكيله اللي استعملتها جاتني 4 حبات بيض. نزيد السكر، لافاني، قشور ليمون مع هذاك المعطر والملون تاع الليمون. راح نخلطهم غير بالفوي، ما كان له تستعملوا الباتور. من بعد نزيد الزيت. لازم البنات تخلطوا مليح حتى يذوب هذاك السكر. بالنسبه للمايزينا كاين بزاف اللي ما يديروهاش في الطابع، انا صراحه نديرها. الطابع ديالي يجيه شيش. على فان نزيد هادوك زوج باكيات تاع خميره كيميائيه، ونزيد الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على خليط يكون طري. راكو تعرفوا الطابع العجينه ديالو لازم ما تيبسوهاش. وبالنسبه للكميه تاع الفرينه كل وحده شحال تجيها على حسب حجم البيض وعلى حسب النوعيه تاع الفرينه اللي تستعملوها. انا استعملت 500 غرام. هاي لي كلابات بعد ما لميتها راني رايحه نديرها سور بابي كويسون. درت له شويه مايزينا باش ما تلصقليش. نفتحها. السمك ديالها ما ديروهش رقيق، يكون شويه خشين باسكو الطابع شفتوه كيفاش يجي عالي. الشكل راح نديرو دائري. هنا راني رايحه ندخلهم يطيبوا على فرن كنت سخنته من قبل على درجه الحراره 160. كي شفتهم طابوا لي من تحت حماروا نحيتهم، ما شعلت لهمش من الفوق. بالنسبه للطليه نحتاجوا بياض بيضه نفس الكيلة تستعملوها كامل المكونات. كيلة حليب، كيلة قارص، كيلة مزهر، وكيلة زيت، وبيان سور السكر غلاس اللي هو السكر الناعم. خديت ان بول يكون شويه كبير، درت فيه هذيك البياض بيضاء مع قريصه تاع الملح، نخلطها مليح حتى تولينا رغوه. من بعد نزيد القارص، نزيد الحليب، ونزيد المزهر، ونزيد نخلط. راح نستعمل غير الفوي. من بعد نزيد الزيت ونزيد نخلط. بالنسبه للسكر الناعم لازم البنات تغربلوه باش ما تجيكمش في الطليه ديالكم حبيبات. نقعد غير نزيد في السكر مع التحريك. انا استعملت غير الفوي، وسمحوا لي كاين بعض المقاطع درت في بالي صورتهم وانا ما كنتش نصور. دوك نوري لكم الطليه في الاخير. انا خليتها حوالي 3 ولا 4 سوايع ريحت. درت لها اللون الاحمر، حبيتها اللون ديالها وردي. وهامليك الحبيبات تاع الطابع، شوفوا كيفاش جاوني ما شاء الله. دوك راني رايحه نطلي. دوك تشوفوا لا تيكستور تاع الطليه كيفاش جات. ما جات خفيفه، ما جات ثقيله بزاف. بعد ما شفت لي الطليه وكنت درت لها من الفوق هاد الفيرميسال كولوري، درتها في ليكيسات. شوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله. تستحق التجربه. ريحتها، البنه ديالها، الطراوه والهشاشه شهيتكم في الجنه. دوك نقسم لكم حبيبه باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. صراحه الطليه اللي عطيتها لكم ماشي طليه، نقدر نقول عليها فوندون، تقعد لكم شهر وما تيبش. ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما عليا غير نقول لكم اتهلاو في رواحتكم.
كل واحدة فيكم تحب أي وصفة نجربها لها تخلي لي في التعليقات. نهاركم مبروك ومع السلامة.